تشكيل نادي الزمالك. نادي الزمالك خلال الفترة اللي فاتت كان عنده العديد والعديد من الإصابات، لذلك قرر مجلس الإدارة إن هو ياخد في معسكر الإسماعيلية كل الفريق اللي هم الإصابات بتاعتهم ممكن إن هي يحصل لها عملية استشفاء خلال المباراتين الجايين، سموحة وكايزر تشيفز. بينما الإصابات الطويلة تم استبعادها، والمخالفات الإدارية لو حد عنده مخالفة إدارية أو كلام من ده بيتم استبعاده. الناس اللي تم استبعادها عندنا سيف جعفر وعمرو ناصر وادم كايد وعواد ومحمود جهاد وبارون اوشنج، دول اللي ما راحوش في معسكر الاسماعيليه. في لاعبين جاهزين من الاصابات زي عبد الله السعيد وشفناه نزل مباراه، وعمر جابر واحمد ربيع واخوان بزيره، دول جاهزين لمباراه سموحه اللي هي هتقام اليوم ان شاء الله. بينما احمد فتوح ومحمود بن طايق دول بعاد عن مباراه سموحه الى حد كبير جدا، لكن ممكن ان هم يبقوا جاهزين في مباراه كايزر تشيفز. النهارده مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك، انت بتلعب مع اقوى خط دفاع في الدوري المصري، فرقه داخله عندها حافز كبير جدا ان هي عايزه تغلب نادي الزمالك لان هو تاني ولسه كسبه نادي بيراميدز في اخر مباراه ليها. بتتطلع ان هي تهزم الزمالك علشان تخش مربع ذهبي وتبقى من ضمن المنافسين، ولو دخلت مربع ذهبي بالتالي هتنافس على الدوري، فبالتالي ده حافز كبير جدا مع مجلس الاداره الجديد لنادي سموحه. فالفرقه عندها حوافز كبيره جدا ان هي تقدر ان هي تخش مربع ذهبي في المباراه دي. لذلك لازم الزمالك يكون حذر جدا، لازم يدفع باخوان بزيره لان هو بيقدر يفك التكتلات ويقدر ان هو يجيب لنا يخلق لنا فرص ويخلق لنا مساحات. ولكن اتمنى ان معتمد جمال ما ينزلش باخوان بزيره في الشوط الاول، ينزل بيه في الشوط الثاني، يبقى نادي سموحه بدا ان هو الدفاع بتاعه يهدى شويه، لان في بدايه المباراه ممكن ان احنا نخسر خوان بزيره مع قوه الاندفاع، وبالتالي اول ما بينزل خوان بزيره بيلاقوه بيرقص وكلام من ده، بيحاولوا يعملوا معاه فاولات. التشكيل اللي من وجهه نظري او المتوقع ممكن يدفع بصبحي او المهدي سليمان. قلنا ان صبحي ممكن ان هو يكون عنده مشكله او ممكن تكون عنده اصابه، ولكن يقدر ان هو يزك على نفسه شويه، او المهدي سليمان حسب الرؤيه الفنيه. عندك الخضري، عندك محمد ابراهيم او عمر جابر، بنتكلم على الباكين حسب رؤيه برضو معتمد جمال. المساكين حسام عبد المجيد والونش. بالنسبه لنص الملعب محمد اسماعيل هيلعب 6، شحاته وعبد الله السعيد. كنا نتمنى الدفع بادم كايد ولكن الاصابه. عدي الدباغ هيلعب من ناحيه اليمين، احمد شريف هيلعب من ناحيه الشمال، ناصر منسي. ده التشكيل اللي متوقع المباراه. نتمنى لنادي الزمالك الفوز النهارده باذن الله.